الهاكر اللي اخترق روكستار وسرب مقاطع من جي تي 6 وصل للنهاية ديالو، ولكن للأسف كانت النهاية ديالو سيئة جدا. ولكن كيفاش وصل للنهاية ديالو؟ عاد خرج تصريح بأن المحاكمة ديالو كاع ما غتكون، بسبب أنه كاع ما وصل للسن القانوني ديال المحاكمة، وحيتاش هو قاصر. دير لايك وسبسكرايب باش نوصلوا ل1000 مشترك في أسرع وقت. وخليني نقول لك شنو وقع بالضبط. إيريون في ديك اللحظة اللي أنهم رفضوا أنهم يديروا له المحاكمة كان في عمره يلاه 17 سنة، ولكن دابا إيريون قفل 18 سنة، يعني أنه وصل للسن القانوني ويقدروا يحاكموه. ولكن شنو وقع في اللحظة اللي بغاو يحاكموه؟ اكتشفوا أن إيريون مريض بالتوحد، ولكن في نفس اللحظة اللي كان كيعاني بهذا المرض كان مستمر وكيهاكي حتى من بعد ما تفضح وكل شي عرف الحقيقة ديالو. ولكن المحكمة مازال كتشوف إيريون أنه شخص خطير ويقدر يأذيهم في المستقبل، استقروا أنهم يحكموا عليه بالسجن المؤبد، ولكن في مصحة كداوي من التوحد. فاعطوني الرأي ديالكم في هذا